عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اكتشفت ان انا ما عنديش زبده للعيد، للفته والكده بتاعت العيد. فقلت اجرب الشرقيه بيور. ده مش اعلان ممول والله، انا دافعه حقها، بس انا لقيت ناس كتير بتشكر فيها فحبيت اجيب واجرب. فيلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونفتح كده الاكياس ونجرب ونشوف الدنيا فيها ايه ونقول لكم ايه الاخبار وكده. تمام، يلا بينا. ماشي، انا جبت حلتين، الحلة نضيفة وناشفة. ماشي، وهقول لكم على سر خطير خطير وانا بسيحها. السر ده حلو جدا وهيخلي فيها بركة كده. تمام. بس كده اديني ايه، فكيت الاكياس من عليها، حطيت هنا 3 بقري وهنا 3 جاموسي. تمام. هنا بقى السر في تكاية معينة. تمام، السر هنا بقى في تكاية معينة. كوباية مية، هتحطي لكل حلة فيهم كوباية مية. ليه؟ عشان لما تغلي وما تخسش الزبدة نفسها، ما تخسش البخار كله اللي طالع، يبقى هي كوباية المية بتغلي في قلبها. كوباية المية ما تخليش الزبدة تخس. تمام، هنحط لها مقدار ما تسيح كده، هنحط لها كوباية مية مع معلقة ملح. تمام، وهو ده السر في تسييح الزبدة. ده بطريقة أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا زمان. تمام. هنحط لها كوباية المية وهنستنى عليها لما نسيح بقى ونطلع المرطة ونشوف ايه الدنيا. هنحط هنا كوباية مية وهنحط هنا كوباية مية. تمام، مقدار ما تسيح بقى نحط لها كل واحدة معلقة ملح. هنفضل معاها لحد ما تفك خالص، وبعد كده ايه، نوطي عليها تفضل مع نفسها لحد ما تطلع المرطة بتاعتها. تمام، وهي دي الطريقة الصحيحة لتسييح الزبدة، زي طريقة أمهاتنا زمان. زي طريقة أمهاتنا زمان. تمام، هي جميلة بصراحة، مش بسم الله ما شاء الله عليها، كريمية وحلوة وريحتها حلوة جدا. أنا مش عايزة أقول لكم إن أنا وأنا بفك الأكياس من عليها أكلت منها ياما يعني. أكلت منها ياما وهي كده. تمام، هنستنى عليها لما تفك خالص، وبعد كده نحط لها الملح. نحط معلقة هنا ونحط معلقة هنا. طبعا في بيسيحوا دي على دي، في بيخلطوها على بعض وبيسيحوها كده، لا كلها كده في قلب بعضيها، يعني عشان تدي ريحة حلوة للتانية الجاموسي. بس لا، هي كده احسن، دي لوحدها ودي لوحدها، عشان لو هتعملي حلويات، تعملي فطير، تعملي منها كحك، تعملي منها بسكوت، البقري حلوة. انما غير كده لا، ما ينفعش. التانية بتبقى للطبيخ، للرز، الصينية رقاق، اللي مكرونة بشاميل، اللي هي الجاموسي. بس كده تمام، فكت اهي خالص. تمام، هبتدي ايه، هحط لها معلقة ملح. هحط لكل واحدة فيهم معلقة ملح. تمام، وبس خلاص كده نسيبها بقى ايه، هتغلي بس اول غلوة. هوطي عليها واسيبها مع نفسها لحد ما ايه، تفصل خالص الزبدة من المرطة. تمام،
هوطي عليها خالص وهسيبها لحد ما تفصل. هسيبها مع نفسها خالص كده لحد ما تفصل. تمام. بصوا كده الزبدة الجاموسي فصلت خلاص اهي، استوت. لازم تفصل كده. تمام. هتبصي تلاقيها بقت رايقة معاكي كده، جميلة وريحتها حلوة جدا وما خستش كتير عشان كوباية المية اللي احنا ضفناها في الاول، وده السر بقى في التسييح الزبدة. تمام. جميلة 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 بصراحة، جميلة شهادة حق يعني. هي كده خلاص تعتبر خلاص استوت. ماشي. طالما فصلت كده وطلعت المرطة على الوش، خلاص كده تقدري تفصليها، تطفي عليها وتسيبيها لما تهدى وتعبيها بقى كلها. بس هي شهادة حق، هي جميلة وريحتها حلوة جدا في منتهى الجمال بصراحة. انا كده خلاص هطفي عليها. هي كده خلاص انا هطفي عليها. تمام. دي الجاموسي. تعالوا نروح للبقري. البقري برضو خلاص اهي استوت. برضو المرطة طلعت على الوش. برضو ريحتها حلوة جدا وما خستش كتير برضو، رغم ان احنا في الصيف، بس بسم الله ما شاء الله عليها حلوة. برضو رايقة وجميلة اهي، جميلة جميلة يعني. ولسه هنعبيها برضو وهنشوفها في البرطمان. كده نكون خلاص سيحنا الزبده وطلعنا المرته بتاعتها، طالعه جميله حاجه ما شاء الله، تحفه. الريحه والطعم جميله جدا وطالعه حاجه قليله، معنى كده ان الزبده حلوه برضو، ان هي ما خستش كتير ومش مطلعه مرته كتير. طالعه ريحتها حلوه جدا والطعم بصراحه خرافه. تمام. وادي الزبده اهي الصفرة والبيضة، طعم وريحة وترميلة ما شاء الله جميلة جدا. اتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. وانتظرونا في وصفات جايه كتير. كنت معاكم رحاب حسين.